هتوحشيني. لا 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 ما تفهمش غلط، استنى، انا قصدي على كوبايه القهوه اللي انا بشربها كل يوم الصبح واللي هتوحشني في رمضان. انا دكتور عصام طاحون، استشاري تغذيه، وهقول لك على 5 حاجات عمليه تعملهم عشان تقدر تتعامل مع مشكله انسحاب القهوه في رمضان. باقي حوالي 10 ايام على رمضان، انت حدد كميه القهوه اللي انت بتشربها قد ايه وقلل الربع كل 3 ايام. يعني لو بتشرب 4 كوبايات في اليوم هتقلل كوبايه كل 3 ايام، على ما توصل قبل رمضان ب3 4 ايام تكون بتشرب مره واحده بس في اليوم. تاني حاجه هتستبدل الكافيين بمشروبات دافيه تانية زي القرفه والجنزبيل واليانسون عشان خاطر جسمك يفضل مترطب. رقم 3 شرب كوب ميه كل ساعتين، والاعتماد على الفاكهه كمصدر للسكر عشان يفوقك بديل للكافيين. رقم 4 ودي مهمة جدا هو النوم الكافي، لأن أغلب الناس بتعتمد على القهوة عشان تعوض بيها قلة النوم. فلو أنت نمت كويس غالبا أنت مش هتكون مضطر تاخد أكتر من كوباية قهوة في اليوم. آخر حاجة هتحاول تبطل قهوة نهائي قبل رمضان ب3 أيام بالظبط، عشان حتى لو حصل لك أي أعراض انسحاب تقدر تتحملها في الأيام اللي أنت فاطر فيها وتقدر تشرب مية وسوائل. عايزكم تكتبوا لي في الكومنتات تقولوا لي بتشربوا كام كوباية قهوة في اليوم وإمتى.